تخيل طول حياتك تفضل تعاني من التنمر بسبب شكلك اللي هو أساسا حاجة انت ما اخترتهاش، ولما تصحى في يوم من الأيام تلاقي شكلك اتبدل بشكل مثالي من كل الجوانب. ومش كده وبس، ده جسمك الأصلي يفضل موجود وتقدر تتنقل بين الجسمين، فده طبعا وقتها يخليك تجرب الحياة من منظورين مختلفين تماما. ووقتها طبعا هتقدر تكتشف قد ايه الناس تقدر تحكم عليك من غير ما يكونوا عارفينك قبل كده، وهتكتشف القوة الحقيقية للمظهر في المجتمع. وده بشكل مختصر حكاية الانمي اللي هلخصه النهاردة. بس قبل ما نبدأ الحكاية عاوزكم تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ده اسمه هيونج سيوك بار، واد غلبان وحيد ضعيف وجبان وفاشل، بيتعرض دايما للتنمر لانه تخين حبتين وشكله يعني مش امور قوي. بتتعرض له شله متنمره بقياده شخص يدعى تاي سيونج، وبيسوي وشه بالارض حرفيا. لا وكمان بيخلوه يقلد الكلاب، وهو بينفذ كل كلامهم من غير حتى ما يجادلهم. وحتى بعد ما بيتعدم العافيه من كتر الضرب كل اللي بيقولوا انه عاوز يموت. بيقعد هيونج زعلان في بيته يفتكر كل اللي بيحصل له في حياته وهو بيحضر الاكل. فبتدخل امه عليه وبتقول له انه صوته كويس وهيبقى احسن مغني في يوم من الايام. فبيقول لها مش مهم، وبتاخد منه امه الاكل وبتبدا تعمله له. وبعد ما بتخلص بيزعق ويقول لها انه عرفها انه ما بيحبش البيض عشان ده اللي بيخليه تخين. فبتقول له ان هي اسفه انها نسيت، وبتوعده ان ده مش هيتكرر تاني. وفي وسط الاكل بيفتكر اللي بيحصل له في المدرسه، فبيطلب من امه انه يتنقل من المدرسه. فبتساله اذا كان في شيء مضايقه، فبيقول لها ان كل الناس في مدرسته متفوقين عشان كده صعب يجيب درجات عالية. فبتقول له والدته انها اشتغلت كتير عشان يعرفوا يسكنوا في الحي ده، وان الايجار هنا قليل ومناسب لظروفهم، وكمان لو اتنقل من هنا هيسيب اصدقائه. فبيزعق ويقول لها انه ما عندهوش اصدقاء، وانه طلب منها الدراسة ومش ذنبه انهم فقراء. وبيخبط الحيطة بايده يكسرها وبيلوم امه انها ما عملتش عشانه اي حاجة طول حياتها. طب ما تقوم تهز نفسك انت حبتين واعمل حاجة عشان نفسك. تاني يوم بيروح المدرسة وغصب عنه بيخبط في بنت هناك، فبتقول له ياخد باله وهو ماشي. فبيعتذر لها مع ان هي اللي كانت باصه في الموبايل. وبيجي تاي ياخد منه التيشيرت الرياضي علشان يلعب بيه، وبيوقفه ويشوط الكوره عليه ويقول له ما تتحركش. لكن رد الفعل الطبيعي بتاعه انه بيتفادى الكوره، وبيكونوا متراهنين ان اول شخص هيجيب الكوره في دماغه هياخد الفلوس. فبيجي شخص اسمه ماي سيك يشوط الكوره وبيوقعه بيها على الارض وبيكسب الرهان. فبيروح له تاي وبيفضل يضربه علشان يتفادى ركلته. فبتيجي امه وبتلحقه وبتضرب تاي. فبيزعق لها هيونج ويقول لها انت كده بتحرجيني، تستاهل كل اللي بيحصل فيك والله. لا وكمان بيتأسف لتاي وبتفضل امه حزينة. بعدها بشوية بيرجع البيت وبتكون امه مستنياه، فبيحاول يهرب منها. فبتقول له تعالى علشان نتكلم، وبتعرفه انه خلاص هينقل من المدرسة لكن هيكون لوحده، وهي هتفضل عايشة هنا وهتبعت له فلوس كل شهر علشان يعرف يعيش. تاني يوم بيروح هيونج على المكان الجديد اللي هيعيش فيه، وبيطمن امه انه كويس وهيقدر يعيش لوحده. بيخرج هيونج في المدينة الجديدة اللي بيبقى مبهور بيها جدا. فبيخبط في بنته وهو ماشي، لكن هي اللي بتعتذر له وبتسأله إذا كان بخير. فبيقول في نفسه إن دي مدينة جديدة وهيتغير، وبيقوم ويقول لها إنه بخير. وبتكون البنت اسمها ميجين وصاحبها شخص يدعى جين سيونج، وبيكون هياخد ميجين ويمشي. لكن هيونج بيقول له إنه آسف إنه خبط في صاحبته، ورغم إن ميجين بتقول لصاحبها إن هي اللي غلطانة إلا إنه بيضربه. فبتحاول ميجين تمنعه إلا إنه بيكمل ضرب فيه، وكل الناس بتصور وبينزلوا الفيديو على النت وبيجيب مشاهدات عالية جدا. فبيشوف هيونج الفيديو وهو بيعيط، وكل التعليقات على الفيديو بتبقى تنمر على هيونج وشكله. فبيفضل يعيط لحد ما ينام. ولما بيصحى هيونج بيلاقي جسمه اتغير تماما وبقى أطول وأجمل وعنده عضلات. فبيفضل مستغرب وبيبص جنبه بيلاقي جسمه القديم. فبيفضل يفوق فيه لحد ما يفوق وبيفتكر ان ده كان حلم. فبيبص جنبه بيلاقي الجسم الجديد، ولما بيحاول يفوقه بيبدل الأجسام تاني، وبيبدأ يكتشف انه في الجسم الجديد ده حتى صوته متغير. فبيقرر هيونج يحتفظ بجسمه الجديد ويتغير. وبعد شوية بيروح المدرسة، وهناك بيخبط في شخص يدعى جايول، واللي معروف بجماله في المدرسة والبنات كلها بتحبه. فأول ما بيشوف هيونج بيقول انه جميل جدا وحتى أجمل منه. بعدها بشوية بيقدم المدرس هيونج على انه طالب جديد، وأول ما الكل بيشوفه بينبهر بيه وبجماله. يدخل هيونج الفصل وبيقعد في المكان الفاضي. فبيكتشف ان جنبه جين اللي فضل يضربه امبارح، وقدامه مي جين صاحبته.
صاحبته. بيبدأ جين يعرف نفسه قدام هيونج لأنه ما يعرفهوش، فبيفرح هيونج إنه ما عرفهوش بشكله الجديد وبيقدم له نفسه. وبعد شوية بتيجي بنت تدعى هانيول، وبتكون معروفة في الفصل بإنها بتتعرف على أي شاب بيجي جديد المدرسة، فبيجي يبعدها جين، فبتتحامى في هيونج وبتقول لجين أنت بتخوفني. فبيقول لها جين إن دي مش حقيقتها، وإن كل البنات كده لما بتشوف شخص جميل. فبيبص على مي جين فبيلاقيها هي كمان بتبص لهيونج بإعجاب، فبيزعل جين وبيبص لهيونج بشر. وبعد شوية بيكون هيونج قاعد في الفصل، فبيكون عاوز ينام، وده لأنه بذل مجهود كبير جدا امبارح في إنه يتأقلم مع الجسم ده، وفضل كتير يتدرب على المشي والجري وما إلى ذلك. فبينام في الفصل وبيصحى في جسمه القديم، فبيحاول ينام بسرعة علشان يرجع للجسم تاني، لكنه ما بيعرفش، وده لأن الجسم ده كان نايم طول الليل وما بيقدرش يفوق إلا لما بتيجي نيول تصحيه من نومه، وده لأن الحصة خلصت. فبيشكرها هيونج. بعدها بيروح هيونج علشان يشتغل في متجر في شيفت مسائي، وبيكون قدم على شغل بدوام جزئي، فبيفتكر البياع ان هو اللي هيشتغل فشغله على طول. فبيقول له هيونج انه بيقدم لواحد صاحبه، ولما بيجي بجسمه التاني بيقول له انه مش هينفع يشغله، لكن بيوافق لما يلاقيه حافظ كل انواع السجاير. بيبدأ هيونج يدرس جسمه ويعرف عنه اكتر، وبيعرف انه بيبدل بين الجسمين عن طريق ان لما جسمي ينام جسمي يصحى، وانه ما يعرفش ابدا يصحى لوحده، لازم دايما حد يصحيه، وانه حتى لما بيكون نايم بيحتاج انه ياكل ويخش الحمام، فطبعا هيحتاج ضعف الفلوس اللي بيقبضها علشان يعرف يتكيف مع الجسمين. وفي وسط ما هو بيفكر بيدخل عليه طلاب معاه في الفصل وبيطلبوا منه سجاير، فبيطلب منهم البطاقة، فبيوروا له بطاقة مزيفة، فبيقول له هيونج انه مش هيبيع له، فبيدخل وراهم جينيس يونج. ولما بيشوف انه هيونج اللي واقف بياخد شوية حاجات وبيقول له انه هيسامحه لو باع له الحاجات دي. وقبل ما يتكلم هيونج بيقرا جين الاسم، فبيفتكر هيونج سيوك في جسمه التاني، وبيقول له ان الحاجة المشتركة بينه وبين هيونج التاني ان الاتنين كانوا بيعكسوا مي جين، وبيقول له خلاص انا مش هسامحك، وبيبدأ يضربه لحد ما بيورم وشه، وبيصوروه علشان لو فكر يكلم الشرطة ينزلوا الصور على النت. فبيبدأ هيونج يفتكر اللي بيفضلوا يتنمروا عليه وبيفضل يعيط. وفي تلك اللحظة بتتصل امه علشان تطمن عليه وعلى مدرسته الجديدة، فبيطمنها وبيقفل معاها ويقول لها انه مشغول. فبتقول له هي كمان ان وقت الاستراحة بتاعتها خلص وانها كمان مشغولة. وبتكون ام هيونج بقت تشتغل لوقت متأخر جدا، وده علشان تعرف تسد مصاريف مدرسة هيونج الجديدة. تاني يوم بيروح هيونج المدرسة، وهناك بيلاقي جين واصحابه بيتريقوا على صورته بجسمه التاني، وبيوروها للفصل كله وبيفضلوا يتنمروا عليه وعلى عيلته كلها. فبيزهق هيونج وبيفتكر امه، فبيقول لهم خلينا نخرج امه بره الموضوع. لا جدع يالا لسه فاكر ان ليك ام. فبياخد جين باله ان مي جين بتبص عليه، فبيزهق ويقوم علشان يضربه، فبيمسك ايده جايول فبيزق جين ايده وبيروح علشان يضرب هيونج. ورغم ان جين معروف بسرعة لكماته الا ان هيونج بيتفاداها بسهولة جدا، وده لان هيونج اتضرب كتير قبل كده، وعشان كده بقى بيقدر يشوف اللكمات بسهولة جدا، لكنه ما كانش بيعرف يتفاداها بسبب ان جسمه كان بطيء. فبيكمل جين ضرب على هيونج لكنه بيتفادى كل ضربه بسهولة جدا، ولما بيلاقيش مكان يهرب فيه بيصد ضربة من ضرباته بكل سهولة. وبيكون كل الموجودين بيصوروا، فبيفتكر هيونج كل اللي كان بيتعرض ليه من اهانة ودايما كان بيتصور ويتفضح. وبيفتكر كمان امه، فبيتفادى ضربة جين وبضربة واحدة بيوقعه على الارض. وبيتشهر هيونج بسرعة لما الفيديو ينتشر، وده بسبب ان محدش عرف يضرب جين قبل كده. وبيستحلف له شخص يدعى باسكو انه مش هيسيبه، وده لان هيونج وسيم ومحبوب على عكسه تماما. بتيجي واحدة تشتري حاجة من المتجر بالليل وبتفضل تبص لهيونج بقرف، فبيفضل يفكر ليه الناس بتبص له بطريقتين مختلفين تماما مع ان الاتنين نفس الشخص. وبيقطع تفكيره شخص بيسرق حاجة من المتجر ويجري، فبيجري وراه. وبيكتشف هيونج ان الشخص ده بيتعرض للتنمر زي ما بيحصل معاه بالظبط، فبيهددوا الشخص انه لو اتكلم هينشر صورته على النت. فبيفكر هيونج انه لو سكت هيطرد. وبتبدأ شلة المتنمرين يشجعوا هيونج والشخص التاني الذي يدعى جيهو انهم يتخانقوا مع بعض وهم يصوروه. فبيبدأ جيهو يضرب هيونج وهو واقف بيحمي نفسه وما بيتحركش. وفي تلك اللحظة بيجي باسكو وبيضرب شلة المتنمرين وينقذ هيونج وجيهو، وبيقول لهم انهم لازم يتدربوا كويس علشان يعرفوا يواجهوا الناس اللي زي دي. تاني يوم بيسأل هيونج نيول على باسكو، فبتقول له ان اسمه يون تايلي مؤسس وقائد عصابة تدعى بيرن ناكل. وبتيجي شلة المتنمرين علشان يصاحبوا هيونج، وبيقولوا له ان باسكو ده شخص همجي وغبي وبيكره الناس المحبوبة ولطيف بس مع الناس الضعيفة. وفي تلك اللحظة بيخش باسكو والعصابة بتاعته، واول ما بيشوف هيونج بيروح ناحيته وبيكون فاكره صاحب شلة المتنمرين. فبيقول له انا كنت عارف انك شخص سيء، وانك علشان
شخص جميل ومحبوب عمرك ما تعرضت للتنمر في حياتك. وبيمسكه من كتفه وبيوقعه على الأرض، فبيفلت هيونج من إيده وبيستغرب كل الموجودين، وده لأن عمر ما حد فلت من باسكو. وقبل ما يكمل باسكو ويبدأ معاه خناقة بيلحقوا دراعه اليمين في العصابة والذي يدعى بيوم جاي ويلم الموضوع. وبعد ما الموضوع يخلص بترجع شلة المتنمرين وتفضل تتحايل على هيونج علشان يكونوا أصحاب، وده لأنه قوي جدا. فبيفرح هيونج لأنه عمره ما كان عنده صحاب. بيبدأ هيونج يخرج مع شلة المتنمرين وبيجي عليهم جين وبيستغرب من وجوده، فبتهديه باقي الشلة وما بيكونش هيونج مرتاح للوضع اللي هو فيه. فبيسأل هيونج جين ازاي هو ومي جين بقوا مع بعض على الرغم من انهم مختلفين تماما، وبيقول للجين انهم مناسبين لبعض. فبيفرح جين وبيقوم يصالحه، وبسبب كتر الشرب اللي جين شربه بيغمى عليه. وبتفضل شلة المتنمرين يتريقوا على جيهو وعلى الخناقة اللي حصلت امبارح بينه وبين هيونج. فبيقوم هيونج ياخد الموبايل ويكسره وبيغمى عليه، فبيصحى في جسمه التاني، فبيغصب نفسه على النوم لحد ما ينام. ووقتها بيحلم بتاي اللي كان بيتنمر عليه في الاول بيعتذر له، وبيحلم كمان ان امه محضره له اكل. وبيفوق وبيعرف انه كان حلم، لكن بيكتشف انه لسه في نفس الجسم ما اتغيرش. فبيجري علشان يلحق نفسه في الجسم التاني، ولما بيوصل كلهم بيستغربوا انه جه هنا. فبيقول لهم انه جه علشان ياخد صاحبه وبيشيله ويخرج. ولما بيخرجوا بره بيلاقوا الآلة بتاعت بوكس الملاكمة، فبيبدأ جين يعلم هيونج الملاكمة وبيحقق فيها رقم قياسي. ولما بيمشوا بيجرب هيونج اللي اتعلمه، لكن اللكمة بتفلت منه فبيهرب قبل ما حد يشوف. لكن باسكو وعصابته كانوا واقفين، وبيلاحظ باسكو انه هيونج قدر يقطع كيس الملاكمة مع انه بس لمسه، فبيعرف انه قوي. وبيجرب باسكو لكمته فبيجيب اعلى سكور. تاني يوم بيروح هيونج المدرسة، وبيكون امبارح لما نام صحي في الجسم ده عادي. واول ما بيخش للغدا بيقابل جيهو وبيطمن عليه لانه ما جاش امبارح، وبيعزموا انهم يتغدوا سوا. فبيشوفهم كل المتنمرين فبيستغربوا. وفي تلك اللحظة بتوصل ام هيونج البيت علشان تزوره، وبتستغرب انه نايم ومش في المدرسة. بيرجع هيونج من المدرسة وبيلاقي امه في البيت، وبيعرفها نفسه على انه صاحب هيونج، وانه عايش هنا مع هيونج علشان يوفروا الايجار، وان هيونج بيشتغل بالليل علشان كده هو دلوقتي نايم تعبان. فبتستأذن منه ام هيونج علشان تتكلم معاه شوية، وبيروحوا على مكان غالي جدا بالنسبة لام هيونج، فبتضطر تطلب مية بس. لكن هيونج بيعزمها على قهوة، فبتقول له ان اول مرة تشرب قهوة زيها وبتتبسط بيها، وبيعرفها ان اسمه هيونج برضه. وبتفضل تكلمه عن نفسه اصلا وهو بيسمع لها بكل صبر، وبتسأله بحزن اذا كان هيونج بيتعرض للتنمر هنا، وده لانه كان بيتعرض له في مدرسته القديمة، وانها دايما كانت مشغولة انها تأمن له حياته، وعلشان كده ما كانتش حاسة بيه، وانها مبسوطة ان عند ابنها صديق زيه. وبعد شوية بتعتذر ام هيونج منه وبتقول له انها اخدت من وقته كتير وانها هتمشي دلوقتي. وبتستأذن اللي موجود في المطعم انها تاخد كراتين الزبالة، فبيوافق. وبيستغرب هيونج انها تاخد الكراتين دي وهتركب بيها القطر، فبتعرفه انها دلوقتي بتجمع الزبالة، وده عمل جانبي علشان تغطي تكاليف المعيشة بتاع هيونج. وبتقول له انها لسه ما قالتلهوش لحد دلوقتي وان ده سر بينهم، وبتديله حساب القهوة اللي شربتها فما بيرضاش، لكنها بتصر عليه وبتقول له يكون صديق كويس لابنها. وبيكون كل ده بيسمعه باسكو وبيزهق منه جدا، وده لانه فاكر ان هيونج بيستغل صاحبه وبيضحك على امه وياخد منها فلوس. فبتودع امه وبتمشي، وبيروح باسكو يتخانق معاه على كل اللي هو عمله انه بيستغل صاحبه وامه. وبيبدأ باسكو يهجم عليه لكنه بيتفادى ضربته، وبيفضل يهجم عليه لكن هيونج بيفضل يتفادى كل الضربات بتاعته. وبيسأله ليه بيعمل معاه كده، فبيقول باسكو في نفسه انه لازم يرجع الفلوس لهيونج، وبيقول له هات الفلوس اللي اديتها لك الست العجوز. فبيفكر هيونج انه عايز الفلوس لنفسه، وبيقول في نفسه انه ما يخلفش حاجة عن المتنمرين، فبيقول له مش هديك الفلوس. فبيبدأ باسكو يهجم عليه تاني لكن هيونج بيتفادى الضربات، والمرة دي بيبدأ يضربه، لكن باسكو بيصد ضربته فبيهجم عليه هيونج تاني، لكن المرة دي بيتفادى باسكو الضربة وبيكون خلاص هيضرب هيونج، لكن هيونج بينجح انه يتفادى الضربة وبيضربه ويهزمه. بيجي باسكو بالليل يشتري حاجة من هيونج بجسمه التاني، وبيتأسف له انه معرفش يرجع له فلوسه، وبينصحه يتدرب وانه مش ضعيف. فبيبدأ هيونج فعلا يتدرب، وفي وسط التدريب بتدخل عليه بنت جميلة جدا، وقبل ما بتمشي بتتمنى له حظ موفق في تدريباته. فبيفرح هيونج لانها اول بنت تعامله كويس بالجسم ده. بيوصل جايو للفصل وبيكون لابس حاجات كتير غالية جدا وكلها ماركات، خواتم كتير وساعة وكوتشي، وبيلفت كل الانظار. لكن بمجرد وصول هيونج بيخطف منه كل الانظار ومن غير ما يعمل اي مجهود. دايما بيلبس نفس الكوتشي ونفس الشنطة المقطوعة. وبعد شوية بيخرج من الفصل بيشوف ناس بيتنمروا على شخص ما، فبيروح علشان ينقذه، لكن قبل ما يتخانق معاهم بيوقفهم المدرس بتاعه
بتاعهم، فبيقوموا هيونج وبيمشي. وفي آخر اليوم الدراسي بتتصل أم هيونج عليه عشان تطمن عليه، فبيعرفها إن صوته الغريب بسبب إنه عنده برد وإنه كويس، فبتفكر أمه إنه عيد ميلاده بكرة، فبيقول لها إنه عنده شغل فأحسن لها ما تجيش وعلشان ما تتعبش. وبيسمع المكالمة جايول. بيكون هيونج واقف في المتجر بالليل وبيقول إنه لازم ياخد باله بعد كده، وده لأنه لما بيكون في الجسم التاني صوته بيتغير. فبتدخل عليه البنت الجميلة اللي دخلت له قبل كده وبتبدأ تسأله إذا كان لسه بيتدرب وبتتمنى له حظ سعيد. بيبدأ الشخص اللي بيتنمروا عليه والذي يدعى ديوك يسأل هيونج هو ليه بيعاملهم كويس، فبيقول له إنه عاوز يصاحبهم علشان هم شبه بعض، فبيقول له إنهم مش جمال زيه وكمان عيلتهم فقيرة. فبيسكت هيونج وما بيقدرش يتكلم. وفي آخر اليوم بيقابل جيول هيونج وهو مروح وبيديله شنطة هدية عيد ميلاده، وقبل ما يشكره بيسيبه ويمشي، وبيكون سايب له شنط كتير تانية كلهم هدايا عيد ميلاده. فبيفرح هيونج جدا، وده لأن عمر ما حد جاب له هدايا غير والدته، فبيكلمها يطمنها. تاني يوم بيروح هيونج المدرسة وبيبهر كل الموجودين بهدومه الجديدة وشنطته الجديدة والكوتش بتاعه، وبتكون كل الحاجات جديدة وماركات. فبتسأله نيول جاب منين كل الحاجات دي، فبيقول لها من صديق، وده علشان ما يحرجش جيول. بتعمل شركة تدعى LKS اختبار للراب، وبتبدأ بعض الطلاب تقدم وتختبر نفسها، وبيعجب رئيس الشركة ببنجين، وبيكون خلاص سمع الكل، لكن بيقول له المساعد ان في واحد كمان مقدم للمسابقة. فلما بيعرف الرئيس انه ديوك بيختار بنجين وما بيديش اي فرصة لديوك انه يغني او حتى يسمعوه. فبيخرج ديوك من الشركة زعلان ومكتئب، لكن ما بيخليش ده يوقف، وبيكمل تأليف في قصيدة بيكتبها، لكنه بيتعرض للتنمر من كل الموجودين في الباص، لكنه برضه ما بيقاش، ولما بيروح بيكمل كتابة، وبيكون بس كل اللي هو بيتمناه ان الناس تسمعه. تاني يوم في المدرسة بيشوف اعلان لمهرجان منظماه المدرسة، فبيروح يكمل كتابة في صف الاداء المسرحي، لكن بيجي بنجين اللي دايما بيتنمر عليه يخبط الترابيزة برجله، وبيقول له انت مش محتاج الكتابة دي في حاجة، ده انت حتى فشلت في تجربة الاداء، وبيفضل يضرب فيه. اما ديوك فبيفضل ساكت وبيروح بالليل ياخد استمارة مشاركة في مهرجان الراب. بيعدي ديوك وهو مروح على جدته، فبيجي بنجين واصحابه وراه وبيقدموا نفسهم على انهم زمايل ديوك، فبتقدم لهم جدته اكل مجانا، وحرفيا بياكلوا كل حاجة موجودة، وكمان جدة ديوك من طيبتها بتديهم وجبات زيادة معاهم. وبيفضل ديوك واقف ساكت ومش عارف يتصرف، واول ما بياخدوا الوجبات الزيادة ويمشوا بيرموها في الشارع. ومش كده وبس، ده كمان تاني يوم بيقولوا للفصل كله ان اكل جدة ديوك وحش جدا وما حدش يجربه، وبيمسك بنجين ديوك ويفضل يضربه، وبياخد منه استمارة المهرجان ويقطعها ويرميها قدام عينيه، وبيفضل بنجين يذل قدام الكل. فبيشوفه هيونج فبيبدأ يفتكر نفسه وبيروح يدافع عنه، وبيروح معاه جيول وكمان جينيسيو، وبيقول لهم هيونج انه بس عاوز يتغدى مع ديوك ومش عايز يفتعل خناقة. فبيكون بنجين واصحابه هيبدأوا خناقة، فبيتدخل باسكو مع هيونج علشان يدافع عن ديوك، فبيضطر بنجين انه يمشي. ولما بيروح هيونج يقوم ديوك ما بيرضاش ديوك يكلمه وبيسيبه يمشي، فبياخد هيونج ورقة المهرجان وبيجمعها، وبيجي تاني يوم علشان يديها لديوك، لكنه بيرفض وبيضرب ايده، وبيقول له انت بتعمل كل ده علشان بس تكون محبوب، وبيسيبه يمشي. بيبدأ هيونج يفكر انه يقدم في المهرجان، وده لانه بيفتكر كلام والدته، فبيبدأ يغني. فبيسمعه ديوك وبيطلب منه انه يكون معاه في المهرجان، فبيوافق هيونج وبيروح بيت ديوك علشان يتدربوا على الاغنية اللي هيغنوها في المهرجان. وبيسمعوا ديوك اغنية كان مسجلها على الكمبيوتر بتاعه، فبيقول له هيونج انها كويسة، وبيتفقوا انهم هيتدربوا بعد الغداء علشان شغل هيونج الليلي. وبعدها بيروح لجد ديوك وبتعرض على هيونج انه ياكل، لكنه بيرفض وبيقول لها انه شبعان، مع انه ما اكلش اي حاجة وهو مع ديوك، وده كله علشان ما يغرمهاش. بيبدأ صاحب شركة LKS يحضر لبنجين وصاحبه الاغنية اللي هيغنوها، فبيشتري لهم الكلمات والالحان، وبيقول لهم لو غنتوها بشكل حلو وعجبت الشباب هتبقى دي اول اغنية ليكم. وبيكون ديوك كتب كلمات اغنيته هو وهيونج، وبيبهروا بيها جي هو بارك صاحبهم، وبيبدأوا يتمرنوا على حفظ الاغنية. وبيبدأ هيونج يتمرن في جسمه التخين علشان الجسم التاني جاله احتقان في احباله الصوتية. فبتدخل عليه البنت الجميلة لتالت مرة وبتقول له انه صوته حلو جدا، وبتديله البان علشان زوره وبتشجعه علشان يكمل تدريب، وبتمشي. بيبدأ هيونج يتحسن في اداء الاغنية وبيشجعه ديوك، فبيجي بنجين وبيموت ديوك من الضرب علشان بس هيغني معاه هيونج. تقريبا كده كل ما بيلاقي نفسه فاضي بيروح يضرب ديوك. المهم بيتقابل الثلاث صحاب ديوك وهيونج في جسمه التاني وجي هوبر، وبيبدأوا يحكوا لبعض قد ايه اتعرضوا
بيتعرضوا للتنمر والمواقف اللي مروا بيها، وبيقولوا إن ده كله اتغير من أول ما هيونج سيوك جه المدرسة وبدأ ياكل معاهم من غير مقابل، وبيبدأوا يشكروا فيه. فبيفرح هيونج إن الكلام ده كله عليه، وبيسمعهم باسكو وهم بيتكلموا وبيسألهم إذا كان هيونج شخص كويس أو لا، وهل الكلام اللي بيقولوه ده صح. فبيقولوا له إنه شخص كويس، وبيفهموا هيونج إن الفلوس اللي كان واخدها من أمه كانت حساب القهوة بس. فبيشكرهم باسكو وبيمشي، وبيقول لهم لو عاوزين يتدربوا في يوم من الأيام يكلموه. يبدأ مهرجان مدرسة جايون الثانوية، وبيكون هيونج متوتر لكن ديوك بيحاول يهديه. فبيشوف هيونج البنت الجميلة اللي جات له في المتجر 3 مرات، وبيروح يشكرها لكنها ما بتكونش عارفاه، وده لأنها ما شافتهوش في الجسم ده ولا مرة. فبتقول له انت دلوقتي هتستخدم الحيلة بتاع احنا شفنا بعض قبل كده صح؟ واعتقد انها بتنجح مع بنات كتير لكن مش معايا يا بابا. المدرسة دي مليئة بالناس اللي بيتباهوا بجمالهم زيك كده، وانا كنت هحضر عرض المهرجان الغنائي لكن غيرت رأيي وهمشي. فبيجي يوقفها هيونج، فبيمسك ايده الشخص اللي معاها والذي يدعى جيونج جيون. فبيبعد هيونج ايده، فبيكمل جيون ضرب فيه وبيوقعه على الارض، وبيقول له انه قوي وحركته سريعة لكنه مش متدرب كويس، وبيكون هيكمل ضرب فيه لكن البنت الجميلة بتحاول توقفه. فبيرفض وبيقول لها انه معاه اوامر يضرب اي حد اتجرأ عليها، ولسه هيروح يكمل عليه بيوقفه باسكو وبيقول له انه هيونج صديق ولو ما بطلش يضايقه هيوقفه. فبيضربوا جيون بسرعة جدا في وشه فبيجيب دم، وبيستعدوا هيونج وباسكو علشان يتخانقوا مع جيون. لكن قبل الخناقة بتوقف البنت جيون وبتهدده انه لو موقفش عن اللي بيعملوه هتقوله انه بيتخانق في كل مكان، وكده ممكن يضطر يرجع من مكان ما جه. فبيهدى وبيوقف الخناق، وقبل ما يمشوا بالعربية بتعتذر البنت لهيونج انه اتأذى، ولما بيمشوا بيقع باسكو على الارض من اثر الضرب، وبيقول انه ما قداموش اي فرصة انه يكسب جيون. بيبدأ مهرجان الغنى، وبيبدأ بين جين وصاحبه يأدوا وبيبهروا كل الموجودين. وبعد شوية بيجي دور هيونج وديوك، لكن هيونج بيتوتر من كم الناس وما بيعرفش يغني. فبيتقدم ديوك وبيبدأ يغني علشان يدي الثقة لهيونج. فبيبدأ هيونج يفكر في امه وبيبدأ يغني، فبيتفاجئ الكل وبينبهروا جدا من الجمال اللي بيسمعوه، كمية تناغم وانسجام لا توصف حرفيا. واول ما بيخلصوا بيفضل الجمهور يحييهم هما الاتنين، وبيكون ديوك مبهور لان دي اول مرة حد يهنيه وما يتنمرش عليه. بيكسب طبعا هيونج وديوك جايزة المهرجان كالثنائي الافضل. وبعد شوية بيروح رئيس شركة LKS يهنيهم، وبيعتذر لديوك انه ما اداهوش فرصة قبل كده، وبيقول له انه عنده موهبة كويسة، وبيطلع الكارت بتاعه. فبيفضل ديوك يشكره جدا لكنه مع الاسف بيدي الكارت لهيونج. فبيزعل ديوك جدا، فبيرفض هيونج انه يوقع العقد بمبلغ غالي جدا مع رئيس شركة LKS. بعدها بينتشر مهرجان هيونج وديوك وبيحقق مشاهدات عالية جدا، لكن بعد ما بيحذفوا ديوك من الفيديو وبيوصل الفيديو للبنت الجميلة، وبنكتشف انها زي هيونج بالظبط وعندها جسمين بتبدل بينهم، جسم بيكون جميل جدا والتاني قبيح. وبس كده هنا تكون انتهت حكاية هيونج لحد ما الانمي وقف. ولو نزل اي اجزاء تانية من الانمي اكيد هلخصها باذن الله، بس عاوز افكركم ان الشكل مهم بس مش دايما هو كل حاجة، وان التنمر باشكاله دايما وحش، وان كلمة بالنسبة لك ولا حاجة ممكن تزعل غيرك ايام. وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام.